كلنا بنعرف موسوعة جينيتس للأرقام القياسية، أطول زلمة، أسرع سيارة، وأكبر حبة بطيخ. اللي راح نحكي عنه اليوم ما إله دخل لا بالرياضة ولا بالإنجازات العظيمة، وأغرب 10 أشخاص دخلوا موسوعة جينيتس. Paul Hunt, and I hold the Guinness World Record for the loudest spurt at 100. بالمرتبة العاشرة واحد اسمه بول هان، صاحب أعلى ترعة في العالم. الزلمة هذا اكتشف إنه عنده موهبة نادرة، وهي إنه بيقدر يترع بصوت عالي جدا. وبال2009 دخل موسوعة جينيتس بعد ما سجل صوت ترعة بقوة 109.9. وعشان تتخيلوا هذا الرقم، هذا رقم أعلى من صوت منشار الخشب اللي بتقص فيه شجرة. في المرتبة التاسعة رام سينغ شوهان، هذا يمتلك أطول شارب في العالم، ويقال إنه من 1970 ما قربش مقص شوارب على شواربه ولا أي حدا قدر يلعب فيهن، لدرجة إنه طولهم وصل 4 متر، يعني 14 قدم. وهذا الشخص بقول لك بقعد ساعتين باليوم بس عشان يمشط شواربه ويحط عليهن الزيت تبعه والحركات. اما لما بيمشي فحرفيا بلف شواربه حوالين رقبته زي اللفحه. لازم شواربه اطول من غرفه القعده عندنا. معلم مالك. بعدين هذا اذا بده يشرب كاس عصير بقعد نص ساعه بعصر شواربه في المرتبه الثامنه هذا الشخص دخل موسوعه جينيتس لانه بياكل صراصير. الزلم اكل 36 صرصور من فصيله صراصير مدغشقر العملاقه خلال دقيقه واحده بس. وللعلم وعشان تتخيل اللي قاعد بحكيه، هذا الصرصور طوله 7 سنتيمتر حرفيا. يا زلمه احنا اذا شفنا صرصور عادي بالدار بنعمل اخلاء، الكل بيطلع يركض على الشارع. في المرتبة السابعة واحد اسمه توماس قرر يرفع أثقال بلسانه. هذا الزلمة جاب خطاف حديد اللي هو سنارة كبيرة، خرم فيها لسانه ورفع صندوق مليان معكرونة وزنه 12 كيلو، وظل رافعه بلسانه لمدة 5 ثواني. يا زمان إذا عضيت لساني بالغلط وأنا قاعد باكل بقعد يومين وأنا عيط. في المرتبة السادسة أكثر رجل مثقوب في العالم. شو رولف بوكو. الزلمة هذا قرر يحول جسمه للوحة تجارب. عنده أكثر من 453 ثقب في جسمه، منهم 278 ثقب بس بمنطقة واحدة من وجهه، وغير القرون اللي زارعها تحت جبهته. يعني لشو بدك توصل؟ بدك تصير تيك توكر؟ معلم مالك. في المرتبة الخامسة واحد اسمه إلكار يلمز، هيك اسمه. هذا الزلمة بينزل حليب من عينه حرفيا. هذا التركي عنده قدرة تشريحية غريبة بعينه بتسمح له يشفط السوائل من منخاره ويطلعها من عينه. بال2014 شفط حليب من خشمه وعصره من عينه ووصله لمسافة 2 متر عشان يخش موسوعة غينيتس. إذا أنا صرت أخربط في الحكي، إذا أنت كيف هيك؟ ما أنا فتح عيوني هيك لمدة ثواني بصير هيك بتحول. هذا بيسوي كابتشينو في عينه. في المرتبة الرابعة موازن السيارات على راسه. كيف؟ أنا بقول لك. هذا الزلمة رقبته عبارة عن عمود باطون. دخل الموسوعة لأنه قدر يشيل سيارة ميني كوبر وزنها 160 كيلو جرام ويوازنها فوق راسه لمدة 33 ثانية. أنا بدي أجرب أوازن الكرتوني هاي فوق راسي. 1 2 3 4 5. سيارة يا زلمة. في المرتبة الثالثة أطول أظافر في العالم. هاي البنت بعام 1979 قررت إنه ما عاد أقص أظافري للأبد، وبال2008 قرروا يقيسوهن وطلع طولهن مبالغ فيه جدا 8 متر فاصلة 56. وللأسف بعد هذا الاكتشاف وبعد دخول موسوعة جينيتس بال2009 عملت حادث وتكسر أظافرها كلهن. طب كيف كانت تسوقها؟ إيش غلط إذا؟ لا جد في إشي غلط. في المرتبة الثانية كيفن فاست، القسيس الخارق. هذا الزلم مو رياضي كمال أجسام، بل قسيس كنيسة. بس عنده هذا القسيس هواية غريبة إنه بيحب يسحب الأشياء الثقيلة. وبال2008 ربط حاله بحبال وقدر يسحب طيارة وزنها 188 طن، سحبها 8 أمتار. يعني لما تطلب فزعة وسيارتك تنقطع بنزين لا ترن على ونش، رن على القسيس. في المرتبة الأولى واللي أخذت معانا توب 1 لهاي الحلقة واحد اسمه ميشيل لوتيتو، أكل طيارة كاملة. هذا الزلم معدته وجدران أمعائه كانت سميكة جدا وأحماضه قوية لدرجة إنها بتهضم الحديد والزجاج، فقرر إنه يأكل طيارة من طراز سيسانا 150. كان يكسر أجزاء الطيارة لقطع صغيرة ويبلعها مع زيت معدني ومي، وأخذ معاه الموضوع 2 كاملات عشان يقدر يأكل طيارة. وفعلا أكل الطيارة من الصدام للصدام. يا زمان إذا باكل حبة فلافل بايتة القولون بولع، بتكبس معي بصير أخبط في الحيطان. وهي كانت حلقتنا عن أغرب 10 أشخاص خشوا موسوعة جينيتس. استنونا بحلقة جديدة بكرة أو بعد غد إن شاء الله. بكرة وبعد غد إلى ذلك الوقت أترككم في أمان الله. تصبحون على خير. قهوة.